ونتكلم عن بعض الأقاويل اللي انتشرت في الفترة الأخيرة عن وجود مجموعة من المصريين محتجزين أو مقبوض عليهم أو مسجونين أو معتقلين أو مختفيين في قطر. بعض المواقع الإلكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي ابتدت تقول انه في بعض المصريين مسجونين او مقبوض عليهم او تم اختفائهم خلال الفترة الماضية في قطر. وزيرة الهجرة السيدة السفيرة نبيلة مكرم تبعت القصة وبتقول ان احنا بنحاول نتأكد من صحة هذه المعلومات، وان احنا متواصلين مع السلطات القطرية للتأكد من حقيقة هذه المعلومات وحقيقة موقف المصريين في قطر. كمان السفيرة كانت موجودة في السودان في زيارة سريعة للسودان علشان الاطمئنان على المصريين الطلبة اللي كانوا محتجزين في السودان. التصريحات الرسمية التي خرجت على لسان الوزيرة عقب عودتها من السودان انه خلال 5 أيام على الأكثر سيتم الإفراج عن المصريين الطلبة المحتجزين في السودان. السفيرة نبيلة مكرم معي على الهاتف. مساء الخير مع الوزيرة. يا معالي الوزيرة. ايوه مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة من السودان. الله يسلمك. ميرسي. هل فعلا التصريحات اللي حضرتك قلتيها فيما يتعلق بانه 5 أيام على الأكثر وسيتم الإفراج عن الطلبة المصريين؟ مظبوط، انا لسه راجعه النهارده من السودان في زياره استغرقت يعني 2-3 يوم، لاني طبعا كنت لازم اروح اطمن على الطلبه المصريين المتحفظ عليهم في السودان. يعني هم مش معتقلين ومش مسجونين، انما انا رحت قابلت في بدايه يعني الزياره الاسر اللي موجوده هناك في السودان. تمام. وتعرفت على اللي حصل بالظبط منهم، وبعدين ابتديت ان انا اقابل المسؤولين السودانيين علشان احاول ان انا يعني اخفف وطأة الموضوع، باعتبار ان دي طبعا هي مسألة غش، ولكن مش لازم تكبر ان هي تكون فيها تحفظ على طلبة. يعني احنا بنتكلم في 16 سنة ومنهم كمان فتيات. الحقيقة انه موضوع الغش في الثانوية السودانية موضوع كبير جدا في السودان، وبيعتبروها قضية امن قومي. في بيعتبروها ايه يا فندم؟ قضية امن قومي. الغش في امتحانات الثانوية في السودان امن قومي. طبعا هم بيعتبروه كده، لانه الثانوية السودانية اولا معترف بيها دوليا وعربيا. حضرتك عارف انه الثانوية السودانية حتى بتضيف للطالب المصري 10 درجات على صحيح المجموع اللي اخده، وبالتالي بيرجع مصر وبيدخل احدى كليات القمة. مظبوط. 1477 طالب مصري أدوا امتحانات الثانوية السودانية هذا العام اللي خلصت يوم السبت اللي فات. 26 منهم تورطوا في عمليات غش وفي عمليات تسريب امتحانات. الحقيقة غير المصريين في 26 آخرين أردنيين برضو متحفظ عليهم من قبل السلطات الأمنية السودانية. اللي حصل انه مدرس من المدرسين السودانيين جه واعترف انه في شبكة لتسريب هذه الامتحانات بالتعاون مع 3 مدرسين سودانيين. كل اسم ورد في واتساب، في تليفون، في مقابلة، تم تجميع هذه الأسماء وتم إلقاء القبض عليهم. في طلبة مصريين برضو اتهموا طلبة مصريين آخرين، وبالتالي السلطات السودانية زي ما قلت بتعتبر دي قضية أمن قومي. راحت جمعت كل الأولاد والبنات والأهالي، لأن كان في الحقيقة في قاعات الامتحانات كان في سماعات في أذن الأولاد وايرلس، بيلقنهم أولياء أمورهم في أماكن أخرى ده تنظيم عصابي متكامل. عشان كده بقول لحضرتك هم اعتبروها يعني شبكة ولا بد من تعامل أمني معاها.
تمام. الاولاد انا اطمنت عليهم، ما فيش تعامل بعنف او بقسوه. تمام. وصلنا لمرحله مع امال هم هيطلعوا بناء على ايه يا معالي الوزيره؟ اللي حصل انه طبعا علينا الموضوع لاعلى الجهات الرسميه في الدولتين، وانا قابلت وزير الدوله لشؤون الخارجيه وقابلت وزيره التربيه والتعليم، والحقيقه شفت المستندات، بعض المستندات المزوره عندها، ده حتى في مستندات جايه من مصر مزوره اللي هي شهادات اولى ثانوي. ختم النسر مزور، تصديق وزاره الخارجيه مزور. انما هم ال 26 بعد التحريات السريه اللي موجوده حاليا في السودان، ان شاء الله الاسبوع انا خدت تعهد وانا راجعه انه الاسبوع المقبل، احتمال قبل الاسبوع المقبل، يتم الافراج عن الطلبه. الافراج عنهم بشكل نهائي ولا الافراج عنهم لتسليمهم لمصر والتحقيق معاهم في مصر؟ الاجراءات اللوجستيكيه دي هيتم طبعا الاتفاق مع الجانب السوداني عليها، لان في لجنه من عندهم، اللجنه دي هتنزل بالمستندات المزوره ووقائع تسريب الامتحانات علشان تقابل الجانب. بص يا معالي الوزيره، الحقيقه حضرتك عارفاني ما بعرفش اجامل الحقيقه، يعني هو طبعا كون ان هم مصريين وفي ازمه في السودان ده شيء يستدعي التعامل والدعم، ومشكوره جدا حضرتك انتقلتي بنفسك عشان القصه، بس الحقيقه مش قادر اتصور انه دي جريمه متكامله الاركان. يعني انا رايي انه لا نجيبهم هنا، بس الناس دي لازم تتحاسب، لازم تتحاسب. لو حضرتك تفتكر لما اتقابلنا في البرنامج في حلقه حضرتك وانا كنت موجوده، مظبوط، كنا بنتكلم عن تعامل الدوله مع المصريين، واديت لحضرتك مثال عن المواطن اللي بصق على حارس الحرم الشريف. صح. وقلت لحضرتك وقتها انه حتى لو اخطأ الدولة بتقف جنبه. صح. ده جه من واقع التحرك، وده ليس دفاعا عن خطأه، ده بس دفاعا عن مصريته، لكن يتحاسب على خطأه. مظبوط. التحرك جه بناء على انه مصريين طلبة محتجزين او متحفظ عليهم، فلازم الدولة تستفسر ايه اللي حصل بالظبط. ده كلام محترم. طيب في ثانية يا معالي الوزير، انا اسف عشان عندي فاصل اجباري، بالنسبة لقطر هل في اي معلومات ولا حضراتكم لسه بتستطلعوا المعلومات؟ لسه بنستطلع المعلومات. مفيش اي معلومات وردت عن حكاية المصريين المختفين او المحتجزين في قطر دي؟ لا حتى الان انا ما عنديش حاجة شخصية. طيب ده شيء ممتاز، ومش بعيد كمان يومين اتصل بحضرتك الاقيكي في قطر ان شاء الله. ربنا يستر. ربنا يستر. شكرا جزيلا معالي الوزيرة، شكرا جزيلا. يا سادة يا كرام، ما يحلى ذكر النبي يعني ولا ذكر الكلام الا بذكر بالصلاة على النبي. لا في وقت يا استاذ ياسر. الغش في السودان جريمة امن قومي. الغش في امتحانات الثانوية العامة في السودان جريمة امن قومي لا مؤاخذة. في السودان، انا ما بقولش في سويسرا، ما بقولش في انجلترا، ما بقولش في امريكا، في السودان الشقيق اللي احنا وهم واحد، سوا سوا زول، احنا وهم نفس الحضارة نفس الثقافة، بس واضح ان هم ثقافتهم وتحضرهم اعلى كمان مننا. الغش في امتحان ثانوية العامة بيعتبروه جريمة امن قومي. احنا عندنا الغش في الثانوية العامة له علاقة بالرقم القومي. اي حد معاه رقم قومي غش، ده واجب قومي عندنا فكرة الغش. وللأسف للأسف للأسف سيبكم من الدولة، أولياء الأمور يا سادة عندنا هنا في مصر بتساعد ولادها على الغش، وبتفرح لما ولادها بيغشوا، وبدل ما يقعد يقول له انت كده حرامي، انت كده منعدم الضمير، انت كده متجاوز، انت كده فاشل، انت كده بليد، يقول لك الواد برافو عليه اللهم صل على النبي غش الامتحان كله وما اتقفش. فالاب بيربي ابنه على انه هجام، بيربي ابنه على انه يبقى حرامي، بس يبقى برافو عليه انه ما يتمسكش. عرفتوش المصيبه اللي احنا فيها فين؟ اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم الرقص والغش.